محمد بيقول لي رأيك في أداء الأهلي أمام الزمالك، وهل الأهلي محتاج مهاجم مع شريف وجراديجار؟ طبعا الأهلي محتاج مهاجم مع شريف وجراديجار، لأن نفس اللي كنت بقوله على وداد دباغ هو اللي أقدر أقول لك على جراديجار وعلى شريف. وإن كان جراديجار على فكرة لو تفتكروا بدايته مع الأهلي كان مؤثر جدا، وما كانش فيه ماتش بيعدي غير لما بيجيب اجوال أو بيصنع أهداف، ولكن برضو مش هما وسام أبو علي اللي هو تحس ان في ربكه قدام، في حد لو جات له فرصه هيخلصها. مش هم دول برضو. مع كل طبعا الاحترام والتقدير ليهم، مهاجمين كبار يعني ولاعيبه جامده. يعني حته بقى رايي في اداء الاهلي قدام الزمالك، عندي قناعه الاهلي كسب الماتش ده بشخصيه لعيبته وبروح الاهلي. لكن الاهلي فنيا، لا الاهلي فنيا حتى في ماتش كهرباء الاسماعيليه ما هوش احسن حاجه. الاهلي عنده مشكله كبيره جدا دفاعيه، واي فرقه بتمسك كوره في خط الوسط وتستحوذ وبتعرف تنقل بتعمل خطوره على ديفنس الاهلي. يعني حتى في ماتش الزمالك اي وقت الزمالك كان بيهدى على الكوره وما بيلعبش الطويله وينقل من رجل لرجل ويطلع بالكوره بشكل مظبوط، كان بيعمل خطوره على مرمى الاهلي. حتى بعد ما الاهلي تقدم بالجون الثاني، الكوره بتاعت تريزيجيه البينالتي، لما الزمالك بس ابتدى يضغط وينقل كام كوره لعمرو ناصر في العارضه وعمل خطوره، وكوره بالعرض اللي شالها بن شرقي. لا يعني لا دي كانت ده كان دي والزمالك لسه متقدم، بس جاب كوره بتاعت عمرو ناصر في العارضه وعمل خطوره على مرمى الشناوي. فالاهلي في وجهه نظري قدام الزمالك كسب بشخصيه لعيبته، عملوا رده فعل بعد التاخر في النتيجه، عملوا شخصيه بتاعت لعيبه كبار ونادي كبير، وروح الاهلي ان احنا هنكسب مع وجود الجمهور يبقى لازم نكسب. لكن كاداء فني الاهلي كان افضل ومستحوذ اكتر، وساهم في ده طبعا تراجع الزمالك الغير مبرر ومن يانك فريرا. ولكن الاهلي عنده بعض المشاكل الدفاعيه محتاج يشتغل عليها، لانه في القادم من الماتشات في الدوري او في افريقيا المشاكل الدفاعيه دي ممكن تعمل مشكله كبيره.